وفي القول مكتوب، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، قابل التوب لمن يتوب، أحمده حمدا يكفر الخطايا والذنوب، وأشهد أن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه على أسرار الغيوب وقربه واختاره حبيبا، فيا نعم المحبوب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تنجلي بها غياهب الخطوب. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله أيها الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ابنكم وأخوكم ومحبكم في الله ورسوله محمد إسلام شاشي الجزائري، 11 سنة، الصف الأول من التعليم المتوسط، مدينة آفلو التي تربيت فيها ودرست في مدارسها وكتاتيبها ومساجدها. والله إني لمسرور وسعيد جدا، وأحمد الله أن وفقنا جميعا للحضور ومشاركة إخواننا وشيوخنا وأساتذتنا الأفاضل في هذا الحفل البهيج. وأقول بالنيابة عن جمعية الإرشاد والإصلاح: حللتم أهلا ونزلتم سهلا. يا زوار بلادنا مرحبا بكم، أهلا وسهلا يا الزاير ذي المكان، شايبنا وشبابنا يفرح ليكم، إحنا أهل العز
شكرا جزيلا جدا للفتى إسلام شاشي على هذه الصولات والجولات من القرآن إلى فلسطين وما أدراكم ما فلسطين. يتقدم الآن بين أيدينا رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح الأستاذ نصر الدين شقلال في كلمة تكون ختامها